أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات MK Front End Academy. النهاردة هندرس موضوع مهم جدا ألا وهو اللوكال ستورج والسيشن ستورج. إيه أصلا اللوكال ستورج وإيه السيشن ستورج؟ هو عبارة عن ستورج موجود معاك علشان تقدر تخزن فيه الداتا بتاعتك. الداتا زي إيه؟ يعني والله أنا عايز أستخدم حجم معاملاتي صغيرة، فأنا عايز أستخدم اللوكال ستورج إن أنا أحط فيها داتا معينة، زي كمثال الاسم اليوزر نيم وحاجات زي كده. والسيشن احط فيها نفس البيانات. طب ايه الاختلاف ما بين السيشن وما بين اللوكال؟ السيشن ستورج تنتهي مع انتهاء الصفحه، يعني لو قفلت الصفحه وجيت فتحتها تاني السيشن ستورج بتطلع فاضيه. طب اللوكال ستورج لا، اللوكال ستورج موجوده جوه الويندو، جوه اوبجكت الويندو، فهي بالتالي محفوظه على طول، بحيث انت لو خرجت من الصفحه ودخلت تاني شغاله معاك زي ما هي. طيب تعال كده نشوف الكود بكده ازاي. يلا بينا. انا عندي هنا في الكونسول بتاعي، اقدر ان انا ادي الكونسول بتاعي في 12 هتلاقي في حاجه اسمها الاستورج. والاستورج عندنا لوكال ستورج وسيشن ستورج. تعالى نخش على اي واحده، هنلاقي ان هو اصلا مقسمهم لك جزئين، جزء عن الكي وجزء للفاليو. الكي ده هو اللي انت بتبحث عليه وتشوف بياناته. ادي الكي، مثلا كمثال ادي كولر اوبشن، وادي باك جراوند، وادي السين. والفاليو بتاعته هنا مثلا فولس، هنا لون معين، هنا لايت. طيب لو انا عايز دلوقتي احط داتا من عندي على اللوكال ستورج، بكل بساطة ادي لوكال ستورج، عايز احط حاجة اسمها set item، يعني بحط item. هنا عندنا حاجة اسمها clear get item وكي واللينس والريموف item وset item. فانا عايز اسيت item. لما اجي افتح الكير براكتس بينهم هيقول لك عايز حاجة اسمها key والفاليو، هو اصلا كاتبهم لك. فانا هكتب الكي كمثال مثلا mk، والفاليو بتاعتي هنسميها واحد، وندوس سيف. شايف هنا اتضافت لك على طول الكي والفاليو بتاعه. نخش على الستورج وداتا، ادي ام كي والفاليو بتاعته واحد. طيب عايز اجيب داتا تانية او عايز اضيف لوكال ستورج تاني، ادي لوكال ستورج دوت سيت ايتم، ونقول مثلا مثلا كمثال مثلا ممكن نعمل كونتاكت، والفاليو بتاعته هنسميها مثلا محمد. يبقى انا ضفت في اللوكال ستورج نفس البيانات، ادي كونتاكت وادي الام كي. طيب هنكرر نفس الحاجتين دول لكن على السيشن ستورج دوت سيت ايتم. هي كده كده بتاخد نفس العناصر، بتاخد كل حاجه، الكي والفاليو هي. طيب نغير بس الحاجات، نخليها ويب، والفاليو بتاعته تبقى فرونت اند، وندوس سيف. تعال نخش على السيشن ستورج، وادي الويب بتاعنا وفرونت اند. خلاص ماشي. تعال كده نعمل ريفريش للصفحه بتاعتنا. سيشن، شوف كل حاجه مظبوطه تمام. طيب انا عندي هنا البورت بتاعي 5500. تعال كده نعمل له اوف، ونمسح دول ونسيف ونعمل جو لايف. يبقى انا كده فتحت ايه، صفحه جديده. تمام. طيب وادي اف 12 سيشن ستورج. تعال نشوف فيك حاجه. لا مفيش. الحاجه الويب اللي انا كنت كاتبه فين؟ راح. طب اللوكال ستورج، تعال نشوف. لسه موجود في الكونتاكت والام كي، رغم ان انا مش كاتبهم في جافا سكريبت. يبقى السيشن ستورج بتنتهي بانتهاء الصفحه. اول ما انا اقفل الصفحه وافتحها تاني السيشن ستورج خلاص خلاص شكرا. اما اللوكال ستورج فقال لك لا، انا اي حاجه بتحمل من عندي، فانا عندي لوكال ستورج بتاعها ويشتغل معاك وعادي ويتحفظ البيانات بتاعتك اساسيه، ما فيهاش اي مشكله. طيب من ضمن البيانات عندنا حاجه اسمها كلر اوبشن، ومديله لون. تعالى كده نشوف اللون ده ايه اصلا. نعمله في البادي بتاعنا، نكتبه هو اللون موف. تمام. طيب اللون موف ده هيبقى اساسي معاك في كل الصفحات اللي انت اوريدي كتبته في البادي. طب قال لك لا، انا عايز بقى اسيبه، ان ده هيبقى الكلر اوبشن بتاعي. عايز اخلي الكلر اوبشن ده لون مختلف، لونه ابيض مثلا. يبقى انا عايز اعدل في كي هو اصلا موجود جوه الفاليو بتاعته. طيب ازاي نعمل حاجه زي كده؟ بكل بساطه، ادي اللوكال ستورج،
عايز امسك بقى الكي، ادي تعالى نعمل حتى في لوج، ادي لوكال ستورج دوت جيت ايتم، عايز استدعي البيان بتاعه، الفاليو بتاعته او الكي بتاعه اسمه color اوبشن. قال لك ادي اللون بتاعه. طيب انا بقى عايز اغير الكالر اوبشن ده، اغير الكود اللي جواه بكل بساطه. ادي لوكال ستورج، عشان اضيف يبقى لازم اعمل set item. عايزين دلوقتي الكي اللي هو اسمه color option، نحط له الفاليو بتاعته ونسميها مثلا اف سي سيف. شوف تعالى نكرر الكود ده كده بالظبط، اتغير بقى الكود بتاعه. تعالى نتأكد برضو، نخش على الستورج، نخش على اللوكال ستورج، وادي الكالر اوبشن بقى بالشكل اللي انا عايزه. يبقى انا قدرت امسك عنصر واعدل جواه. طيب هل انا ممكن اعمل كده برضو في الكونتنت والام كي اللي انا اصلا مسجلهم؟ قال لك اه، ادي اللوكال ستورج دوت سيت ايتم، الام كي، والفاليو بتاعته هتبقى مثلا 5. ادي ام كي بقت الفاليو بتاعته 5. طيب هو اصلا عشان برضه تبقى عارف، هو بيعمل لما يجي يعمل سيت ايتم بيشوف اصلا الكي ده موجود ولا لا. لو الكي ده موجود بيعدل عليه، لو الكي ده مش موجود بيضيفه. يعني لو كتبت ام كي كي عملت له سيف، قال لك انا ضفت ام كي كي، ان هو بيبحث الاول عن الكي وبيشوف. طيب لو انا عايز دلوقتي اعمل كلير لكل اللوكال ستورج، ادي لوكال ستورج دوت كلير، همسح كل العناصر اللي موجوده في اللوكال ستورج، فاضيه خالص اهي كلير، مسحتها كلها. طب هل انا ممكن امسح عنصر واحد؟ قالك لا، عشان تمسح عنصر واحد تعمل حاجه اسمها ريموف. كلير دي بتمسح كل العناصر. طيب يبقى نيجي في الاول، ادي لوكال ستورج، ادي سيت ايتم، والكي بتاعي اسمه ام كي، والفاليو بتاعته 5. ادي ضاف لوكال ستورج ام كي 5. تعال نضيف واحد كمان نسميه ام كي، او نسميه مثلا ويب. ادي لوكال ستورج بتاعك، ماشي، اللوكال ستورج بتاعك ادي ام كي والويب. طيب عايز اعمل ريموف لايتم واحده بس، ادي لوكال ستورج دوت ريموف ايتم، واقول له الايتم او كي اللي انت عايز تمسحه. عايز امسح الام كي، ادي اللوكال ستورج وادي الام كي اتشالت، بقت الويب بس اللي موجوده. تمام. يبقى احنا كده بس مراجعه بسيطه اللي احنا خدناها، خدنا اللوكال ستورج وعرفنا ان احنا ممكن نعمل له set item وجيت ايتم كلير والريموف ايتم. اللوكال ستورج بيتحفظ على طول، والسيشن ستورج هو اللي بيبقى مجرد سيشن فقط. لو قفلت الصفحه فتحتها تاني فالسيشن ستورج اتشالت اصلا واتمسحت عناصرها. تمام. وعرفنا ان احنا لما نيجي نعمل سيت ايتم بيبقى عندنا حاجتين، ان احنا نختار الكي والفاليو. الكي اللي هو ويب مثلا كمثال، والفاليو اللي هي الفاليو اللي احنا عايزينها. طيب والجيت ايتم بتختار برضو الكي اللي انت عايزه عشان تعرضه على الكونسول بتاعك. طيب ده كده بشكل مبدئي ايه هو الشغل بتاعنا على اللوكال ستورج والسيشن ستورج. نكتفي بهذا القدر النهارده. خلينا المحاضره الجايه ناخد ادفانسد لوكال ستورج وسيشن ستورج، علشان فيها شغل كتير جدا هنشتغل عليه ان شاء الله في المحاضرات الجايه. كان معاك محمد صالح، متنساش تشترك في القناه وتتابعنا عشان يوصلك كل جديد. تحياتي، مع السلامه. برعاية MK for Web Solutions.